حلقة بعنوان أنا تبع مين؟ أنا تبع مين؟ طيب نرجع بالذاكرة لورا كده بعد فيديو البروتين بار. 39 جرام كارب، أنا أشتري مراحسة روح أجيب واحدة مور وناو. الشركات اللي اتورطت ساعتها قال لك ده بيعمل منتج بروتين بار بصوت بامبل بي كده بالظبط، وده منافس وعشان ينزل بمنتج بيفتح لنفسه السوق. وانتشرت الاشاعه دي. وبعديها بفتره قلت يا جماعه حتى كل العروض اللي جات لي ان اعمل ساعتها بروتين بار انا مش هعملها، ولغيت الفكره. ده كان اول حاجه. مشينا شويه قعدنا ننزل كونتنت، وبعد كده نزلت الحلقه اللي كانت هاديه بتاعت بهاء سبريد. الحلقه كانت حلقه هاديه جدا مفيش فيها حاجه، واتقال فيها ايه ان جهينه تمام وريد بول تمام ودانون تمام، وكان في حاجه هي بس اللي مش تمام. وبعد كده عشان الكلام ما جاش على حد قال لك خلاص تمام الشخص ده مش تبع حد. المره دي انت مش تبع حد عشان ما جتش على سكه حد فينا انت المره دي انت تمام. نزلنا بعديها حلقه البروتين باودر. حلو، حلقه البروتين باودر بقى دي اللي حصل بعديها الافلام. لك سكوب ده فين الطن؟ طن كارب، طن كارب، بسم الله الله اكبر. ليه بقى؟ شركه من الشركات طلعت سليم، ده شركه وي اد اللي هي تبع لماكس مصر. وكنت ساعتها لسه في كام عينه لسه في المعمل، من ضمنهم كانت شركه اسمها دراجون فارما وليميتلس. وللمعلوميه نتيجتهم طلعت تمام، شركتين تمام، دراجون فارما وليميتلس بتاع الفيجن بروتين. عارفين لما نتيجه دراجون فارما طلعت سليمه والكلام ده وصل لبعض الناس قالوا لي ايه؟ قالوا لي ازاي دراجون فارما اكيد مش سليمه، اكيد في مشكله في التحليل وبص على نسبه الكالسيوم والصوديوم. قلت لهم جماعه ثواني لحظه، انا لما وقعت طلعت سليمه ما بصيتش على الكالسيوم والصوديوم. لو انا جيت عملت كده مع دراجون فارما هبقى انا راجل ابان ان انا ايه، بكيل بمكيالين، او عايز اطلع كل العالم وحش واثبت ان شركه معينه صح. لا، دراجون فارما سليم، دراجون فارما سليم. الكالسيوم والصوديوم مش مظبوطين، دي حاجه بقى ممكن ليها اسباب انا ما عنديش العلم بتاعها، ما عنديش علم بتاعها. قال لك لا طب روح حللها امينو اسيد بروفايل. الناس اللي مش حابه بقى شركه ده، لا مش هحلل امينو اسيد بروفايل انا كنت حللت وي اد اللي طلعت سليمه امينو اسيد بروفايل، مش هعمل كده. فده ان دل على شيء للناس السويه هيبقى عارف ان انا حقاني، وان انا شهادتي 100% تمام الحمد لله، كل اللي قلت عليهم مظبوطين بفضل الله. لو رحت حللتهم هتلاقيهم مظبوطين. ليميتلس فيجن بروتين مظبوطه 100%. وكان في حديثي مع دكتور احمد الصاوي، اللي ما يعرفوش دكتور احمد الصاوي حد من الكباتن الكبار جدا في المنصوره، وقلت له الكلام ده ما بيني وما بينه، وعمل بوست بالموضوع وقال الراجل شكله فعلا حقاني، لانه لما النتيجه طلعت له بعتها لي وعلى شركه تانية غير وي اد، بعد ما كان طلع اشاعه ان انا قابض من شركه وي اد وماكس ماسل. انا كنت قبليها اصلا بسف عليهم وبقول مينيموم ماسل وبتاع لحد ما النتيجه طلعت تمام. بس ماشي، تعالى سيبك مني انا، سيبك مني انا كشخص. الكلام بتاع دكتور احمد الصاوي ده قيمه كبيره يعني في مجال كمال الاجسام، الكلام بتاعه عليهم. وهسيب بوست كده هنا هو اللي كان قايله. قال لك ان اصلا ماكس ماسل دي واخده تصريح سلامه غذاء ودواء وقصه وشغلها كله مصرح يعني من الدوله، وعليها جهات رقابيه كتير عليها تحديدا، فما ينفعش يغشوا منتجاته. يعني هو اصلا يعني جالي كلام كده ما معناه ان انت ضيعت فلوسك لما حلتها، لان هي كده كده هتطلع تمام، الشركه كده كده حاجاتها مظبوطه، ضيعت فلوسك. ولما وريته تحليل دراجون وطلع تمام قال لي يا ابني والله انت يعني راجل حقاني يعني خلاص. مع ان واحد من الناس اللي كانت يعني زي شركاء او صاحب شركه دراجون او ايا كان في الاول فاكرني ان انا يعني حد ليه غلط. انا ليه غلط لا في ده ولا في ده. هتقولوا لي طيب ليه وقفت وليه الفيديو اتشال؟ الفيديو اتشال علشان اولا ساب لي حاجات ضايقتني من بعض الفئه. هتقولي طب ما في فئه تانية دعمتك وبتاع، بس بعض الفئات اللي ابتدت تشكك، ابتدت تقول ده انت بتسعى لشهره وانت مش عارف ايه وانت بتعمل ايه. ده هدك عليا، انا مش حابه. انا واحد عايز اركز مع العملاء بتوعي، اعمل الحاجه اللي انا بحبها، اقدم كونتنت في الاساس كان تعليمي محترم. ولما راح تجاه التحليل عشان برضو يبقى تعليمي وتوعوي محترم بدون اي اغراض، ليه بقى ادخل انا في صراعات ان انت طبعا مش عارف مين ومين مقبضك ومين مش عارف ايه؟ طب انت عايز تنزل منتج، امبارح كنت عايز انزل منتج دلوقتي انا قابض من شركه مش عارف مين، لما دلوقتي قلت دراجون فارما هيبقى كمان دراجون فارما دافع لي وليميتليس كمان دافع لي ايه. وقال لك بقى ايه طب اشمعنى بقى دي حللتها في وزاره الزراعه ودي حللتها في المعهد القومي؟ بقى كله بقى شغل ايه الفهامه والمحقق كونان، وكله يعمل نفسه خلاص خبير استراتيجي عمال يحلل انت ليه عملت كده والفيديو ده اغراضه ايه واسبابه ايه. وليشمعنى بقى قلت على ماكس مصر ان هي سليم؟ ما انا بعد كده قلت دراجون فارما اشمعنى ايه؟ ودكتور احمد صاوي يعني متشاف من الناس اللي اكونتاتها متشافه ومعروف، والموضوع اللي دار بيني وبينه اتعرف ايه. طب اشمعنى كنت قلت على دانون وجهينة سليم؟ ليه لو انا واحد شرير مثلا ما خبطتش في شركه كبيره بقى عشان شهره بقى وبتاع بتاعل الكلام؟ فانا منع عند الدوشه خلاص. انا لحد هنا رسالتي وصلت.
فكرة التحاليل والكلام اللي حصل ده فوق ناس كتير. دي كانت رسالة خلاص الحمد لله أديتها بنجاح، ودوري لحد هنا انتهى. الحمد لله بلدنا بلد محترمة، وفي حاجات اتحركت وجهات رقابية اتحركت كتير ورا الموضوع، وكان خلاص فيديو ملوش داعي ان هو يفضل موجود ويصير لغط اكتر عليا ويعمل لي حوارات، وانا حد مفيش اي سبب ولا غرض. ولو انا كان مدفوع لي كان هيبقى بالنسبه لي لا، ما انا مدفوع لي بقى اشيل الفيديو ازاي؟ قلت الفيديو عادي في ثانيه الا ثانيه، عشان انا مش عايز وجع دماغ. فرسالتي انتهت. كل واحد يعي كويس قوي وهو بيختار المنتج ده بتاع شركة ايه ولا منتج تحت بير السلم. انتقي لنفسك، انتقي لصحتك، انتقي الحاجة اللي فعلا اسمها كويس، اسم محترم، اسم كبير. زي ما انت شفت وترجمت من الحاجات اللي فاتت ان الشركات الكبيرة غالبا اللي اسمها مسمع، زي شركة جهينة وشركة دانون وشركة ماكس ماسل وشركة ريد بول والشركات الكبيرة دي كلها غالبا ما بيغشوش، وغالبا الناس دي بتبقى عندها من الحجم ما يكفي ان هم ما يحوروش عليه. انت بعد كده خلاص عرفت مكان المعمل فين. دور انا بالنسبه لي الحمد لله وعيتك، وزي ما قلت انتظروا سلسله كامله من الحلقات التعليميه. وبالنسبه لي الحمد لله فدت الناس. جالي على قد ما جالي حاجات سيئه وانتقادات واتهامات وحاجات بلاوي وصداع، جالي دعاوي كتير. وبدعمكم وبدعويكم انا لسه قاعد لحد قدامكم كده وبكمل وبتكلم معاكم. الدور والباقي عليكم. زوروا الشركات الكويسه ودعموها، عندنا منتجات مصريه كتير محترمه وكويسه ولازم نقف في ظهرها. اي حاجة تانية طريق المعمل اتعرف. وشكرا.